يا مساء السعادة على عيونكم. النهاردة 5 وصفات تحفة جدا هتوفر عليكي حيرك كل يوم. كاتبالكم مقاديرها على الشاشة. حط كده البهارات مع معلقتين زبادي وربع كوباية مية أو حليب، وهضيف عليها كل البهارات، الكركم والكاري ومعلقة صغيرة من الخل وعصير ليمون وبهارات فراخ زي ما انت عايزة، يعني البهارات اللي موجودة عندك. 300 جرام بس من صدور الفراخ متقطع شرايح رفيعة. ممكن يكون عندك القطع بتاع الوصفة الجاية. انا خدت الموز بتاعتها، هقول لكم يعني في الفيديو الجاي. وخليتها كده على جنب تتبل. هجيب بقى معلقتين زيت ومعلقه كبيره من البهارات الكبسه وليمون اللي هو الليمون الناشف ده. وهحط كمان كوبايتين من الرز، وهقلب مع بعض كويس جدا. لو عندك قرنفل، عندك ورق لورا، عندك فصين حبهان، حطي كل ده بيدي تيست عالي للوصفه. انا حطيت رز مصري، كوبايتين من الرز المصري، هحط عليهم كوبايتين من الميه المغليه واخليهم 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده اهدي النار. في الوقت ده بقى اكون جايبه كوبايتين من الزبادي، عليهم ربع كوبايه من الطحينه، ولو عندك مايونيز بيفرق جدا جدا في الوصفه دي. انا عايزه اقول لكم يعني ربع كيلو من البانيه اللي احنا هتعملي بيه الوصفه دي هيعمل لك وصفه تكفي 5 أو 6 افراد. تحفه وخطيره. هبشر كده كمان فصين توم، وهحط معلقه عصير ليمون وخل. طبعا انا بكتب كل المكونات علشان الفيديو ساعات بيبقى سريع، ما بلحقش اقول كل التفاصيل بتاعته، علشان دي فيديوهات انا مجمعاها علشان اديكم فيها افكار. تمام. هدي كده رشه ملح وفلفل وهقلب كويس جدا كده. الصوص عندي بقى جاهز. معلقتين زيت بقى او زبده، وفي زيت سخن جدا جدا هنحط 300 جرام بتوع الفراخ بتوعنا اللي احنا متبلينهم بتوابل الشاورما الخطيره اللي احنا كنا عاملينها. لو ما عندكيش كل التوابل اللي انا كنت كاتبه لك في اول الفيديو على الشاشه، حطي معلقتين من توابل الشاورما، الكيس اللي بيبقى جاهز ده، او الشاورما توابل جاهزه من عند العطار، مفيش اي مشكله. لو عندك توابل استخدمي اي توابل موجوده عندك، برضو هتبقى حلوه جدا جدا. اهم حاجه نحط فيها بهارات فراخ اللي هي بتبقى فيها كاري وكركم دي، علشان بتدي لون حلو قوي للوصفه. هشوحهم مع بعض لحد ما الفراخ تشرب ميتها كده وتاخد صدمه كويسه. 5 دقايق، وبعد كده نبدا ان احنا نحط بقى فلفل الوان وبصل شرايح برضو متقطعه كده جوليان، وشرايح من الفلفل الالوان. الفلفل الالوان بيكتر الكميه. هو دلوقتي في متناول الجميع. انا دلوقتي كنت جايباه امبارح ب 20 جنيه يعني، في متناول الجميع. لو جبتي ربع كيلو هيغرق لك الوصفه دي، وهيخليها لك جميله جدا مع البصل وكل الكلام ده، هيبقى تحفه. وهيكتر الكميه وكمان قيمه غذائيه. تمام. انا عندي بقى هنا الرز بتاعي استوى. ممكن نعمله بالرز المصري وممكن نعمله بالرز البسمتي، مفيش مشكله. رغيفين عيش بقى متحمصين عندك، او مقليين او متحمرين في الاير فراير زي ما انت عايزه، يعني خدي الفكره ونفذيها زي ما انت عايزه. هاخد بقى احط عليها شويه من الرز كده، وبعد كده هاخد شويه من البهارات من البهارات بس من الشاورما اللي انا حضرتها دي. عايزه اقول لكم خطيره، فيها خضار كتير بس والله يا بنات خطيره. صوص الزبادي بقى اللي احنا ممكن نحطه ده، ممكن نستغنى عنه بايه، او نعمل بديل ايه لو الزبادي مكلف. كوبايه ميه في ربع كوبايه نشا، نرفعهم على النار هيغلوا هيعملوا مهلبيه، ونخليهم يبردوا تماما، وبعد كده نبدا ان احنا نحطهم في الخلاط. ونحط عليهم نص كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الزيت، وحطي فص ثوم ومعلقه خل ورشه فلفل اسمر. هيبقى عندك توميه، اضربيها في الخلاط كله ده مع بعضه، وانزلي بسرسوب بالزيت. يعني بعد ما تضربي ده كله وانت بتضربي، حطي كله مع بعضه ومع الزيت، انزلي بيه سرسوب، هيبقى عندك توميه. لو مش بتحبي صوص الزبادي قدميها مع التوميه. يعني عايزه اقول لك خطيره. وانا هنزل لكم ان شاء الله لو عايزين المقادير بتاعه الصوص التوميه بالظبط، اكتبوها لي في التعليقات، اكتبي لي في التعليقات وهنزلها لكم. بصوا عملنا طبقين قد ايه ما شاء الله، من يعني ربع كيلو وشويه من صدور الفراخ. يعني لو عملتي ربع كيلو صدور فراخ مش هيقول لا ابدا على فكره. شويه رز وشويه عيش محمص وشويه زبادي او توميه زي ما انت عايزه، هتعملي الطبقين دول. والله يا بنات نفس الكميات اللي انا عملتها في الفيديو طلعت لي الطبقين التحفه دول. الوصفه التانية بقى، اي بقى كميه صدور الفراخ عندك، دي صدور الفراخ اللي انا كنت واخده منها القطعه اللي تحت، الموز اللي تحت دي اللي عملت بيها الشاورما بتاعت الوصفه اللي فاتت. تمام. بصوا يعني الصدور مش كبيره قوي، متوسطه، فانا عملت 4 صدور بالشكل ده. هم كانوا، كنت جايبه كله كان كيلو، استخدمت ربع كيلو هناك، وادي ده كيلو الا ربع. تمام. ممكن تستخدمي الكميه اللي انت عايزاها حتى لو صدرين. هعمل لهم فتحات زي ما انت شايفه كده في اول الفيديو، وبعد كده هبدا ان انا هرشهم ملح وفلفل، وهتبل التتبيله كويس. يعني هخلي الملح والفلفل يدخلوا جوه الفتحات اللي انا عاملاها دي، علشان ايه؟ هي دي التوابل بس اللي انا هستخدمها، مش هكتر توابل تاني كتيره. تمام. لان ده هيبقى فيها صوص بيبقى تحفه جدا. هغلفهم بدقيق، واخلي الدقيق برده يخش جوه الفتحات بالشكل ده. مكعب زبده ومعلقتين زيت، وهبدا ان انا هحط صدور الفراخ بتاعتي كده في الزبده بالشكل ده، ومش هقلبها خالص خالص لحد ما ابدا يعني تاخد لون من تحت بالشكل ده. الدقيق هو اللي بيديها اللون اللي حضرتكم شايفينه، فيعني ما تستغنوش عن خطوه ان احنا نغلفها بالدقيق.
حطي بقى ايه معلقه من التوم تكون كبيره بالشكل ده، ولو عندك بشر جنزبيل ضيفي برضو بيدي تيست عالي للوصفه. احط معلقه التوم وهحركها كده في وسط الزبده. طبعا الزبده مع نكهه التوم خطيره يعني، بفضل كده احرك فيهم لحد ما التوم انا عايزاه يعني ريحته تطلع. هنزل عليهم بمعلقه خل كبيره، واول ما تنزلي بالخل اي حاجه لازقه بقى في الطاسه هتطلع مع التوم والزبده، يا الله على الريحه والجمال. معلقه صويا صوص كبيره ومعلقتين من دبس الرمان، لو ما عندكيش ضيفي معلقه من العسل الاسود وبلاش صويا صوص، تمام. يعني ما يقفيش على حاجه، لو ما عندكيش صويا صوص ولا عسل اسود ضيفي عسل ابيض، ما عندكيش معلقه سكر يا بنات وعملتها بالسكر وكانت خطيره. وما تقلقوش السكر يعني الطعم ما بيبانش، هو بيبقى عامل زي سويت اند صور كده، فالطعم بيبقى حلو جدا جدا. بعد ما الفراخ عندي استوت وبقت تمام كده، هبدا ان انا هضيف لها عندي ايه النشا بالميه اللي انا ايه مجهزاه ده، هضيفه كده بالشكل ده. النشا والميه بيديلي سمك للصوص، بيخلي الصوص يطلع معايا طعمه حلو وليه سمك كده شويه، تمام. انا كده هغطي عليها واخليها بس ايه صدور تستوي معايا، وبعد كده هجيب اعواد من البصل الاخضر وهحطها بالشكل ده، الاعواد بس بتاعه البصل الاخضر. طبعا اول ما بتحطيها بتخلي الوصفه اولا ريحتها حلوه طعمها حلو، مش عارفه هي بتعمل بهجه للوصفه، اعواد البصل الاخضر دي تحفه قوي. خلاص بقى كده انا خلصت الوصفه بتاعتي، هروح بقى نقدمها. بص شكلها عامل ازاي، كتروا الصوص ده على قد ما تقدروا، لان الصوص ده بتحفه بيتخانقوا عليه والله يا بنات، والفراخ مستويه وخطيره. وحاجه كده نغير عن صدور الفراخ، نغيرها بنعملها بطريقه يعني جديده، ما يبقاش بانيه ومكرونه. فان شاء الله الوصفات بتاعت النهارده هتعجبكم جدا لصدور الفراخ، تمام. قدمتها جنب رز ابيض، ممكن تعملي جنبها شويه سلطه خضراء او شويه طحينه زي ما انت عايزه. انا بالنسبه لي كان الصوص كفايه قوي مع الرز الابيض، يعني اليوم عدى وكان زي الفل يعني جميل جدا. دي الوصفه التانية، يا رب تكون عجبتكم. قولوا رايكم كده في التعليقات وشجعوني، قولوا لي عايزين وصفات ايه، اقتصاديه مش اقتصاديه يعني، قولوا لي كده. الوصفه بقى دي انا بعملها ساعات غدا وساعات بعملها عشاء وساعات بعملها فطار، بس بعملها بكميات قليله شويه. معلقه زبده على معلقتين زيت واحط فيهم بصلايه واشوحها، بعد كده اضيف اي نوع فلفل الوان، ضيفي فلفل الوان، فلفل اخضر، حبه من الفلفل الحار بالشكل ده. 3 حبات من الطماطم يكونوا صغيرين كده انا مقطعاهم، هخليهم كده متغطيين واسبكهم. احط عليهم معلقه من الصلصه كده علشان ايه تعمل صوص وتعمل لون يعني. بصوا انا حاسه الطماطم في السوق الفتره دي مش احسن حاجه، غاليه على الفاضي. فانا بصراحه يعني بضيف مع الطماطم شويه صلصه، معلقتين صلصه كده علشان يديني سمك ويديني صوص كده ويديني لون حلو للوصفه اللي انا بعملها. فانا بقى هتبلها نص معلقه صغيره من السكر وملح وفلفل وكمون، وممكن تحطي كمان كزبره ناشفه، بس الكلام ده لو انت حطيتي مع البصل توم، حطي كزبره ناشفه، التوم بيليق قوي مع الكزبره. المهم هتبل كده التوابل دي، وبعد كده هقلبهم كده تقليبه لحد ما طبعا ايه كله كده يبقى تمام. بعد كده يا بنات بقى هكون مجهزه ايه عندي، هتكوني مجهزه عندك بيض مسلوق، او عايز تعمليها بكميه بيض اقل والبيض يكون مش مسلوق مفيش مشكله، هتعمليها زي الاومليت يعني هتعملي البيض تكسريه تعمليه زي الاومليت وتحطي عليه ملح وفلفل بس. انا بالنسبه لي ولادي بيعشقوا البيض المسلوق، انا مش حاطه بيض كامل، انا حاطه انصاف بيض، وينفع تحطي 4 بيض لو انت عايزه يعني تقدميها بشكل كويس يبقى نفس الشكل ده، تمام. استخدمت 6 بيضات، بس عايزه اقول لكم والله يا بنات هم 6 بيضات ب 30 جنيه، بس عايزه اقول لكم يعني هي عشوه او غدوه، فعايزه اقول لكم يعتبر اقتصاديه، هي شويه طماطم وشويه فلفل وبصل وهو شويه ال 30 جنيه بيض، فعايزه اقول لكم يعني هو شويه عيش ومخلل جنبها وخلاص كده. حطي شويه جبنه موتزاريلا، وممكن ما تحطيش رشه بقدونس في الاخر عشان تكسر اللون وخلاص كده. عايزه اقول لكم خطيره الشكشوكه دي، نوع من انواع الشكشوكه التركي، بس عايزه اقول لكم يا الله على جمالها وطعمتها. والصلصه دي لوحدها انا ساعات بعملها والله العظيم يا بنات، ساعات بعمل الصلصه دي لوحدها من غير بيض، لوحدها كده بفلفل حار كتير، بتبقى مش عارفه يعني بيتخانقوا عليها برضو، طعمها حلو قوي قوي قوي. فانت ممكن تكسري بيضتين بس مع الصوص بتاع الشكشوكه ده، وتروحي ايه حاطه عاملاهم اومليت كده وحطاهم فوقيه، ولو شويه جبنه موتزاريلا يبقى عسل قوي يعني، يبقى كده يبقى يعني بصوا جبرت تحفه قوي يعني. دي الوصفه بقى التالتة، يا رب تكون عجبتكم، اعملوها في الفطار او في الغدا في العشاء يعني، انا ساعات بعملها كتير قوي في الغدا يعني، احط جنبها مخلل وعيش وخلاص يعني تبقى تمام قوي، وفيها كل حاجه يعني، وفيها خضار وفيها بروتين وفيها طماطم يعني، تمام حلوه قوي مشبعه وكمان يعني بتاكل. دي الوصفه رقم كام 3. تعالوا بقى نشوف الوصفه الرابعه، من ألذ الوصفات اللي ممكن تعملوها، خطيرة سريعة يعني ادمان. انا عن نفسي بحب اعملها قوي 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 وبعملها كتير. امشي بس اللقطة بتاعت البيض بقى دي، خلاص هروح خلاص اهو عشان
ما نطولش عليكم الفيديو، انا بحاول على قد ما اقدر اختصر والله، بس يعني معلش برغي شويه زياده. المهم الوصفه بقى دي جميله قوي ومن غير لحوم خالص. عندنا هنا كوبايه من الميه، حط عليها معلقه صغيره من الخميره وسكر، وعشان الخميره السكر عشان الخميره ماشي، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب والخميره. بعد كده هنزل عندي بكوبايتين بس من الدقيق. الوصفه دي يعني كتير قوي بعملها في الشتاء، بس ما يمنعش ان احنا ممكن نعملها لاخر الشهر في الصيف، او في وصفه او في يوم كده يكون احنا مش عارفين هنعمل اكل برضو حلو قوي، يعني مكوناتها كلها في البيت يعني بسيطه. ضفت بقى الكوبايه التانية بالشكل ده. انا ضفت كوبايه في الاول وبعد كده هضيف الكوبايه التانية، هقلبهم كده هيدوني صوص هيدوني يعني عجينه سميكه، هتبقى اتقل من عجينه الكيك شويه. هروح ضايفه عليهم برضو ربع كوبايه من الميه. انا استخدمت كده كوبايه وربع من الميه. هضيف بيضه واحده، لو انت عايزه تضيفي اكتر من بيضه ضيفي، يعني هي الوصفه بحبوحه وبرحه وشرحه كده، وبتقبل المكونات. يعني انت بتقدري ان انت تضيفي اللي انت عايزاه وتشيلي اللي انت عايزاه منها، يعني اللي انت عايزاه زي متوفر عندك. المهم انا هخليها كده زي اتقل من خليط الكيك زي ما قلت لكم بالشكل ده. في ناس بتعملها من غير بيض خالص، انا بحب احط لها بيضه، يعني مش هيبقى ولا لحوم ولا بيض، نضيف بيض عشان الولاد. نتبل بقى ملح، بابريكا، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، وممكن كمون كمان، يعني زي ما انت عايزه. هخف القوام شويه بمعلقتين من الميه كمان، يبقى انا استخدمت كده كوبايه وتلت كده من الميه او اقل كمان. يعني بصي يعني ما ترتبطيش بكميه الميه قوي علشان انواع دي بتختلف. بصوا القوام بعد ما بعمل كله في الاخر بالشكل ده، بيبقى قوام كده زي قوام الكيك كده بالشكل ده. ضيفي بقى عندك نص كوبايه من الجزر، نص كوبايه من البطاطس، نص كوبايه من البصل الاخضر بالاعواد، كزبره خضراء او خضره مشكله، مع انها مش حلوه خالص في السوق بس مش مشكله، يعني ممكن تجيبي ب5 جنيه هيعملوا لك النص كوبايه اللي احنا عايزينه ده. هقلب كله مع بعضه بالشكل ده لحد ما كله يمتزج مع بعضه، لحد ما كله يمتزج مع بعضه. هخليها على جنب نص ساعه بس. يعني بصوا احنا في الحر ممكن تاخد 10 دقايق بس لحد ما الخميره تبدا تنشط فيها. لكن احنا لو في الشتاء تاخد معاكي مثلا نص ساعه ولا حاجه. بعد كده تجيبي بقى الطاسه بتاعتك فيها زيت كده يكون حلو عفوا، وتبداي بقى انت تجيبي معلقه معياريه، معلقه الاكل العادي، وتبداي بقى انت الزيت يكون عندك بدا يعني مش بارد علشان ما تشربش زيت كتير. انا عايزه اقول لك كمان ان انت لو حطيتي معاها معلقه من النشا، بس انا ما كانش عندي بصراحه، يعني انا ما كانش عندي نشا، بس انت لو ضفتي معاها معلقه من النشا بتدي قرمشه غير طبيعيه، وكمان بتدي كده خرفشه وقرمشه وتخليها ما تشربش زيت معاكي. انا ما كانش عندي بس للامانه، بس انت ممكن تحطي. الناس اللي عندها حساسيه من البيض مش عايزه تضيف بيض، ضيفي نص معلقه صغيره من البيكنج باودر مع كل المكونات اللي احنا قلناها. يعني انا بصوا بحاول ان انا افتكر حاجات كده اقولها لكم. هتقلي كل الكميه، عايزه اقول لكم كميه كبيره، ودي عجه اقتصاديه جدا ومليانه بقى خضار، يعني حلوه قوي، يعني احسن من العجه اللي احنا بنحط بقى فيها جبنه رومي وبنحط فيها لانشون وبنحط فيها جبنه موزاريلا وبنعملها في صينيه كده. لا لا، يعني دي عايزه شويه مخلل وشويه عيش سخن كده وصابح، من ألذ الوصفات اللي انا بحبها جدا، قريبه لقلبي وينفع اعيش عليها عادي لولا انها بتتحمر في الزيت والله، وهنتخن ويبقى حالتنا حاله. الوصفه بقى دي يعني قلبي من جوه. 2 كيلو من البسارية. هتقولي لي مش موجوده في السوق، لا موجوده يا جماعه لسه في السوق، هي بتبقى في الشتاء والموسم بتاعها لسه بيطول يعني. المهم لو انت عندك في الفريزر وشايلاها مفيش مشكله، هتجيبيها تشطفيها شطفتين في مصفى، في مصفى يا بنات، في مصفى، علشان نعرف نغسلها، ما تحطهاش في حاجه كده وترجع، لا هي في مصفى، وتعوميها كده في الميه في الحوض. وبعد كده تبداي ان انت بقى انا هتقولي طول بالك، هقول لك والله العظيم الراس بتتشال بمنتهى السهوله. اما تيجي تخللي هتشيلي الراس بالراس بالمصارين اللي جوه والاحشاء بتاعتها. عايزه اقول لكم خطيره، هتروحي شايله بالشكل ده اهو بمنتهى السهوله. قولوا لي بتنضفوها انتوا ولا لا وانتوا بتعملوها. بعد كده هشطفهم تاني في ميه، الميه دي فيها ملح وليمون، يعني بحط كده عندي بوله بحط فيها ملح وليمون وبحطهم فيها، وبعد كده اروح منزلاهم في المصفى تاني. اهم حاجه ان احنا نصفيهم كويس جدا علشان ميبقاش فيهم ميه يعني، ويبقوا ما يعجنوش معانا. هتبلهم ملح، بابريكا، توم مفروم مع كرفس، دي دقه انا عاملاها، توم مفروم مع كرفس، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، كركم، شطه، يعني تتبيله السمك اللي احنا بنتبلها في كل الحاجات يعني بمنتهى الخفه. هتقلبي كده من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت علشان ما تعجنش معاكي. وهتبداي ان انت بقى طبعا هو الكيلو ب 30 جنيه، يعني بصوا انتوا الكيلو عندكم بكام؟ ممكن يوصل ل 50 جنيه. هتجيبي بقى كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من النشا، ملح وكركم تاني. ممكن تحطي كل التوابل اللي احنا حاطينها على البسارية، بس انا ما افضلش علشان علشان البسارية هي كده كده متبله ومبلوله، فالتوابل لازقه عليها، هنحطها في الدقيق فيبقى برده التوابل لسه لازقه عليها.
هعملها بطريقتين، يعني مش عايزاكم تتبلوا، عايزه اقول لكم بس حاجه الاول، مش عايزاكم تتبلوا الدقيق قوي علشان الدقيق ما يتحرقش، والتوابل بتتحرق وتبقى طعمه مش حلو. المهم انا هرصها بالشكل ده، وبعد كده هضيف عليها الزيت وهرفعها على النار. بعد كده هروح جايبه طبق احطه بالشكل ده يكون قد الطاسه، وهروح قلباها الناحيه التانية دي كده اهو. هروح واخده الزيت اللي انا مصفياه وهروح حاطاه تاني، بحيث ان هي تتحمر من الناحيه التانية. يعني هي دي كشكل حلو قوي، وكزيت اخف، يعني بتاخد زيت قليل، بس ما بتبقاش مقرمشه قوي، يعني انت ممكن تطرى شويه منك يعني. تمام، انا بقول لكم بقى يعني بجد، قولوا لي انتوا بتحبوا انهي طريقه وبتجربوا انهي طريقه وعجبتكم انهي طريقه. بعد كده بقى طبعا هروح واخده الدقيق بتاعي او البساريه بتاعتي، حطاها في الدقيق ومغلفاها كويس بايديا الاتنين، مقلباها كده منطقاها من فوق لتحت. وبعد كده اروح حطاها في المصفى عشان تنزل كل الدقيق بتاعها، وبعد كده اروح حطاها في الزيت الغزير بالشكل ده. يا الله والله يا بنات، يعني تحسوا ان هي وصفه جمبري كده في نفسها، خطيره خطيره خطيره. وبين كل قليه والتانيه بمصفى كده صغيره بروح شايله كل الشوائب او الدقيق او المبقي معانا او الكتل اللي متبقي معانا عشان ما تحرقش معايا. وكده خلاص، يبقى احنا كده عملنا شويه بساريه سكر، ويكفوا بقى عيله كبيره، ولا جمبري بقى ب 500 الف جنيه ولا اي حاجه. خطيره والله، احلى من الجمبري كمان. انا كده خلصت الوصفات بتاعتي، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا ولو حتى بوصفه واحده من الوصفات اللي انا قدمتها لكم النهارده. قولوا رايكم في الوصفات، وما تنسوش تصلوا على النبي، وتقولوا لي بتتابعوني منين، وتقولوا بتفضلوا التعليق الصوتي ولا العرض الصامت. واشوفكم على خير ان شاء الله. ولو بتحبوا الفيديوهات القصيره وكل فيديو لوحده، تابعوني على قناه الفيسبوك ان شاء الله تنال الوصفات كلها تنال رضاكم، وكل الوصفات موجوده. واشوفكم على خير، مع السلامه.